بحد ذاته المرض اصبح مزمن، ما بقاش مرض قاتل. فالعدد في الجزائر، انا في الجزائر هذا العام عندنا اكثر من 30,000 حاله، وفي العام الفارط وحده عدد نقدر نقول لك متقاربه. ما نقدرش نعطيك انا نقول لك ولايه بحد ذاتها، لانه الوعي مازلنا بعاد، هذا هو المشكل. فكون نبدلوا احنا هذيك النظره السلبيه لهاد الناس المرضى، ونفهموا المرض، يفهم المواطن باللي اي واحد راه معرض لهذا المرض. فتلقائيا يروح يدير التشخيص، لانه التشخيص مجاني، العلاج متوفر، وهي اللي هي الطريقه الوحيده اللي نقدروا نكسروا هذا الانتشار. كاين هو مرض يعني بحد كبير يتنقل جنسيا، فالعلاقات الغير محميه هي الفاكتور اسونسيال في تنقل هذا المرض. فالانسان لو يعرف باللي ما راهش في كما نقولوا اون ريلاسيون فيدال، ولا انا يعني المجتمع، رغم انه المجتمع محافظ رانا فيه، ولكن هذا الانتشار ما يجيش هكذاك. فبالتالي انا نحيو هذه الصوره يعني كما نقولوا دو كوتي، ونهضروا يعني عليك اونيتي بصدق. لازم الانسان يحمي نفسه. الوقايه هي قبل كل شيء. والوقايه بابسط الحاجات يعني استعمال الوقايه اول شيء. هذا هو الامر الوحيد اللي يقدر يخلي المرض ما يلحقكش. هذا الامر الوحيد. ولكن كاين طرق ثانيه، الانتقال من الام الى الجنين، يعني بوندون لاكوشمون. هذا ثاني ممكن حنايا نتفاداوه بابسط الامور، اللي هو التشخيص قبل الولاده. لانه العام اللي فات اكثر من 500 حاله للانتقال من الام الى الجنين، امر غير عادي، خاصه في هذا النمط من العدوى. راه في تناقص في العالم كله، ولكن عندنا احنا راه في تزايد.